السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وطاعه دايما لله. مطبخ التوفير النهارده اختكم في الله شيف زينب عبد الحميد. هنعمل النهارده توابل المندي. زي ما حضراتكم شايفين، انا بعمل التوابل في قلب البيت زي ما انتم شايفين كده. لما نيجي نبتدي نقول دي بهارات الفراخ. بهارات الفراخ، مرق الدجاج الفوريه، عندي الملح، الحبهان الحصى بخليه حصى كده وبعمل منه مطحون، الفلفل برضو الاسود حصى، والكزبره زي ما انتم شايفين حصى، وكمون حصى وكمون ناعم، بهارات فراخ تانية، وزنجبيل بودر، وادي الفلفل عندي طحناه، والكزبره الكزبره برضو مطحونه، وادي القرفه الناعمه، وادي السبع بهارات، وادي الكاري، وادي الكركم، وادي الحبهان المطحون، وادي اللومي طبعا، وادي البابريكا المدخنه، ده زر ورد، ورق لورا، عندي قرفه عيدان، وادي قرفه خشب، وجوز الطيب، وكبيبه صيني. التوم ده انا عاملاه من التوم نفسه، وده اللي تحت ده توم بس عاملاه من ورق التوم زي ما انتم شايفين كده. عندي بهارات السمك عاملاها من القشور بتاعه الجمبري. عندي بهارات الاندومي زي ما انتم شايفين كده، بهارات الاندومي. عامله زعتر مطحون، وزعتر ده اعشاب يعني مش مطحون، وادي روزماري، وادي بودرة الزعفران، وادي السماق، الشطة، البصل البودر، القرنفل، عود القرنفل، وادي بهارات اللحمة وبهارات المحشي وبهارات البرياني زي ما انتم شايفين كده اهوت. توليفة من العطارة بجيبها، بعمل منها شوية حصى وشوية بودر. وعملت قبل كده معاكم بهارات جرام مسلة والهندية بتتحط في كل الأكلات. وعملنا توليفه كل حاجه عشان خاطر بدل ما تمسكي بطرمان بتبقى ملخصه في بطرمان واحد بنعملها. وعملنا السبع بهارات وبهارات البرياني وبهارات الكبسه وبهارات البرجر وبهارات الطعميه، عملناها في قناه مع بعضينا. النهارده هنعمل من البهارات المميزه قوي، البهارات المندي. بعد ما بنعملها بناخد معلقه واحده بس لكل كيلو فراخ او كيلو رز زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه نشوف مكونات او محتويات البهارات اللي انا هحطها في المندي عشان تبقى ايه اساسيه عندكم كده اهو. هبتدي بقى ايه اجهز اللي هي بهارات البرياني، قصدي المندي. عندي كزبره خشنه، عندي ورق لورا، عندي القرفة عيدان، وعندي الفلفل الأسمر، وعندي الحبهان حصى، والقرنفل والكمون حصى. أما من أول هنا بقى كده بودر البابريكا مدخنة بودر، كركم بودر، كاري بودر، جنزبيل بودر، بهارات الفراخ السبع بهارات، والقرفة. هنبتدي بقى ايه نجهز الحاجات النواشف الأول. هنبتدي بالحبوب الأول. هاخد 10 وحدات من القرنفل، 10 قرنفل على 10 حبهان زي ما انتم شايفين، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره من الكمون. هنعمل عودين عود قرفه صوابع، معلقتين كبار بقى من الكزبره، كزبره نكتر فيها عادي. نعمل ايه ورقتين، الكميه دي كويس قوي، ورق اللورا. ادي السبع حاجات الحصى، السبع حاجات حطيناهم هنا اهوت. اما السبع حاجات بقى التانية زي ما انتم شايفين كده البودر، بعد ما اشوح التوليفه بتاعتي. طب ايه سر انك انت بتشوحيها وتحمصيها عشان تطلع؟ وادي حطيته على نار هاديه جدا زي ما انتم شايفين كده مع التقليب المستمر. زي ما قلت لكم ان هو الموضوع يعني بيرفع الرطوبه، بيطلع الرطوبه منه وبيطلع المواد العطريه
اللي فيه بيبقى ريحته جميله. وكمان لما بحط التوابل بعد تحميصها واطحنها بتبقى ريحتها يعني اشد من انك انت على طول تطحنيها كده من غير اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. وهي سخنه كده اول ما نزلتها احط بقى ايه الحاجات. البابريكا معلقتين زي ما انتم شايفين، الكركم معلقه، هناخد معلقه او معلقتين من الكاري، معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره قرفه، بهارات الفراخ معلقه، 7 بهارات. ادي ال7 حاجات نواشف و7 حاجات بودر. بقلبهم كده ولسه الطاسه سخنه عشان ما ينفعش ان انا احط البودر على النار، فبحاول كده ايه اقلب لغايه لما الطاسه تهدى خالص، وساعتها اقوم حطاها ايه في الكبه زي ما انتم شايفين كده. هنقطع القرفه العيدان بالشكل ده واحطه بقى ايه في المطحنه على 3 مرات عشان ما تقلش على المطحنه بتاعتي. هعملها على 3 مرات حبه حبه يعني نص الكميه زي ما انتم شايفين كده. طحناها قوي. طبعا مش هقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي بعد التحميصه. واجي المره الثانيه لغايه بقى ما اخلص كل الكميه بتاعتي. زي ما انتم شايفين الريحه جنان بصراحه، يعني لو في اختراع جديد بيشمم الريحه زي الشوف كده، الريحه جميله جدا. اول ما يهدى هو لان طبعا سخن لغايه دلوقتي، سخن من النار وسخن من المطحنه، ابتدي احطه بعد ما يهدى شويه من الطبق، احطه في بطرمان واكتب عليه بهارات المندي. وادي بهارات المندي. بهارات المندي ده معلقه واحده كبيره على كل كيلو فراخ انت بتتبليها، بتبقى مختصره فيها كل حاجه، فيها الكركم، فيها الكاري، فيها الجنزبيل، فيها القرفه، فيها بهارات الفراخ، فيها 7 بهارات، فيها البابريكا المدخنه. ده بالنسبه للبودر. فيها بالنسبه للحصى فيها الفلفل الحصى، الكزبره الحصى، الكمون الحصى، الحبهان 10 وحدات، القرنفل 10 وحدات او 15 وحده، فيها العود القرفه الخشب زي ما انتم شايفين. يعني بنعمل التوابل احنا زي ما قلت لكم قبل كده. عملت بهارات دي اللي اتبقى من بهارات البرياني، عملت بهارات الكبسه قبل كده والجرام مسله كانت تحفه. وزي ما انتم شايفين بعمل الثوم البودر في قلب البيت، سواء اذا كان فصوص او القشر بتاعه لما بيكون طري بحمصه في الفرن وبطحنه زي ما انتم شايفين. لازم يكون عندك المطحون والحصى، يعني يبقى عندك كزبره مطحونه وكزبره حصى. ساعات بستعمل الكزبره الخشنه مش الناعمه في قلب الملوخيه، بدقها بالهون بتبقى ايه خشنه مقسومه نصين عشان تديني تطعيمه كويس. كل في حاجات بتحتاج التوابل البودر وفي حاجات بتحتاج التوابل الحصى. طبعا المندي هنعمله، فاحنا قلنا نعمل مع بعضينا بهارات المندي قبل ايه ما اعمله. طبعا بهارات الفراخ قبل كده عملت بهارات الكاري، بهارات الفراخ و7 بهارات برضو قبل كده عملتها. ناقص لي بهارات الفراخ وبهارات اللحمه عشان نكمل الموسوعه بتاعتنا. ودمتم بيكم عمرانه بذكر الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.